السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة هشة جدا ومرتفعة، من أكتر الكيكات طراوة. طعمها كمان حلو جدا ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. هنعملها ببيضتين بس. كيكة الحليب الساخن عملتها لكم بتكنيك بسيط وبطريقة سهلة وبسيطة وأبسط مكونات بدون استخدام مكونات كتير، عشان تبقى سهلة وسريعة بالنسبة لكم. أول حاجة هحتاجها هما بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليهم كمان ظرفين من الفانيليا أو الفانيليا السايلة. كمان هحتاج كوباية سكر. طبعا الكوباية اللي نعاير بيها السكر هي اللي نعاير بيها كل المكونات، ومعلقة خل. واضرب بقى المكونات دي بالمضرب الكهربي أو في الخلاط أو بالمضرب اليدوي. المهم ان انا اضربها كويس جدا عشان السكر يتضرب كويس. اضرب لحد ما الخليط يعمل رغوة ويبقى لونه فاتح. انزل السكر كده والبيض اللي على الجناب عشان السكر اللي ما بتضربش ويبقى على الجناب ده بيغمق معايا الكيكة. اكمل ضرب تاني، بضرب على اعلى سرعة. كمية السكر اللي انا مستخدماها دي بتدينا كيكة مذاقها مظبوط. لو عايزينها مسكرة شوية تقدروا تزودوا سكر كمان. هحتاج بقى كمان كوبايتين دقيق، هنخلهم بقى كده. الخطوة دي مهمة جدا عشان يدخل الهواء في الكيك، بيخليها هشة مرتفعة اكتر وكلها مسامات. معاها كمان ظرف بيكنج باودر ورشة صغيرة ملح. ممكن كمان اضيف معلقة كبيرة نشا، وده بيديها هشاشة اكتر للكيك. اضرب بقى على اهدى سرعة عشان الدقيق مش يطير. لحد ما يبدأ يمتزج اعلي السرعة شوية. هلاقي الخليط تقيل وبقى شبه العجين لان لسه مفيش سوائل كفاية. مجرد بس ان انا بخلط الدقيق ببقية المكونات. بس كده. اجيب بقى كوباية لبن، احطها بقى كده في حلة على النار، ومعاها كمان نص كوباية زيت. ارفعها على النار واقلبهم مع بعض لحد ما الزيت واللبن يسخنوا جدا. ممكن استخدم بدل الزيت نص المقدار سمنة او زبدة ونص زيت، يعني ربع كوباية زيت وربع سمنة او زبدة. كده اللبن غلي معايا. ارفعه بقى من على النار وانزل بيه على طول على الدقيق، واضرب بقى المكونات دي كده مع بعض على اعلى سرعة. ما تقلقوش خالص، اللبن السخن مش هيبطل مفعول البيكنج باودر او يأثر على البيض. انزل الدقيق اللي على الجناب ده واكمل ضرب. الكيكة دي لما تجربوها هتعتبروها من الكيكات الأساسية بالنسبة لكم. كيكة الحليب الساخن بالتكنيك ده والطريقة دي من أسهل الطرق وأبسط المكونات. معايا بقى هنا دي صينية مقاس 24، دهنها بالزيت ومبطناها بالدقيق. انزل بقى فيها كده بالخليط اللي معايا، ادخله الفرن بقى على درجة حرارة 180
الفرن أكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على الرف المتوسط. أخبط بقى صينية كده خبطتين 3. خدت معايا في الفرن 40 دقيقة. كده الكيكة بقت جاهزة معايا. اختبرها بقى بطرف السكينة او بعود الشيش طاووق، لو طلع نضيف من قلب الصينية يبقى كده الكيكة بقت تمام واستوت. افتح الفرن تدريجيا، مش هطلع الكيكة مرة واحدة من جو الفرن السخن جدا لدرجة حرارة المطبخ. افتح باب الفرن لمدة 5 دقايق وبعد كده اطلع الكيك من الفرن عشان الكيك ما هبطش معايا. شايفين بقى الكيكة هشة ازاي؟ هشة ومرتفعة وطرية جدا. تقدروا كمان تستخدموها كبديل للكيكة الأسفنجية من كتر طراوتها ومن كتر ما هي هشة. شايفين كلها مسامات ازاي؟ كمان عملتها لكم ببيضتين بس عشان تبقى المكونات اقتصادية اكتر. سهلة وسريعة. دي اسهل طريقة هتشوفوها لكيكة الحليب الساخن. سلام بقى عليها كده مع كوباية شاي بلبن في العشاء. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. وانتوا بتعملوا كيك اذكروا الله عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.